كتير بتسمع الناس بتوع اليوتيوب، ايوه المثاليين دول، بيقول لك اتعلم مهارة تنفعك، برمجة، مونتاج، ومن المهارات دي تصميم او الجرافيك ديزاين. بدايتي في البرمجة ما كانتش بالسهولة دي، كانت ابسط شوية. طيب، الموضوع بدأ في 2019. ايوه، السنة الذهبية دي اللي العالم وقف عندها، انا ببادلك نفس الشعور ده برضو. الموضوع بدأ لما كنت شاب يافع لطيف ظريف عايز بس برنامج يكتب على الصور بشكل ما. وطبعا انا ما كنتش عارف يعني جرافيك ديزاين اصلا، ويمكن اتعلمت الجرافيك ديزاين وانا مش عارف، فدي يعني نقطة كوميدية شوية. دخلت على جوجل وكتبت برنامج الكتابة على الصور بيزكس، وفعلا طلع لي اكتر من برنامج، بس كانوا برامج معاقة. يعني اللي هو تحس ان هو مجيدك كده، انت مش عارف تعمل اي حاجة، انت بتكتب على الصور بس. انت بتكتب على الصور بس، يعني انا استفدت ايه؟ ومن هنا بدأت رحلة البحث الطويلة على اليوتيوب. ودي كانت أول مرة أدور باسم التصميم. أول ما كتبت التصميم على اليوتيوب وهل يخفى القمر، يعني ظهر لي أول حاجة طبعا برنامج الفوتوشوب. الفوتوشوب ببساطة هو أشهر برنامج في مجال الجرافيك ديزاين أو التصميم، ويمكن يكون هو أشهر برنامج في تاريخ الكمبيوتر أصلا، في تاريخ البشرية على الإطلاق يعني. بدأت أدور على البرنامج ده فعلا، واللي لقيته بسهولة يعني، بس كانت تجربة التحميل لي صعبة شوية لأن جهازي كان ضعيف جدا بصراحة، فكان لازم إن أنا ألجأ لطرق أخرى أو بديل. مش شرط يعني يكون البرنامج الرسمي من الشركة. زي ما قلنا أنا كنت في الفترة دي في فترة 2019، فكان البرنامج المتاح هو أدوبي فوتوشوب سي سي 2019، واللي ما كانش بيتناسب مع إمكانيات الجهاز وقتها يعني. للعلم أنا لسه دلوقتي يعني شغال بأدوبي فوتوشوب سي اس 5، اللي هو نسخة فرعونية من الفوتوشوب. المهم لقيت حاجة اسمها البورتابل أو البرنامج المحمول، البرنامج اللي مش بيتثبت يعني، لا انت بتنزله وبس بتكليك عليه وبيشتغل. دورت على نسخة قديمة من الفوتوشوب، وفي الفترة دي لقيت نسخة سي اس 6، وبعدين هنزل سي اس 5 زي ما قلت. نزلت البرنامج وفتحته، وها قد بدأت مجموعة من الزراير الكثيرة المتناثرة في كل مكان، والقوائم الغريبة اللي أول مرة أشوفها، وواجهة صعبة لأي حد لسه مبتدئ. ومن هنا لجأت تاني لليوتيوب، مدرستي الأبدية. بحثت ولقيت المعلم الأكبر لجيلي ومن هم أصغر مني، الباشمهندس أحمد أبو زيد، اللي لقيته منزل فيديو ساعة ونص بيشرح فيه الفوتوشوب. للصدفة الفيديو ده تقريبا كان نازل في نفس السنة أو قبل ما نزل فوتوشوب بحاجة بسيطة، مش عارف، ممكن ده يكون كان دافع مثلا ان انا ابدا اتعلم فوتوشوب، مش عارف. بدات اطبق بقى تصاميم او مش تصاميم، يعني شويه شخابيط، مش عارف، بفتح صوره بحط بس كتابه عليها وبطلعها، مش عارف ايه اللي هو بس ايه، بتهبل يعني. وحاجات بسيطه يعني، مش حاجات واو. بس دي في البدايه دي مطلوب جدا، لان ده عباره عن تمرس ليك على واجهه البرنامج، وبيعرفك على حاجات كتيره، فالهبل ده مطلوب، بيأهبل. المهم بقى انا دخلت وبحثت انا عن مجال التصميم ده من قريب ومن بعيد. نزلت الاستريتور ان ديزاين، دي كلها برامج في مجال الجرافيك ديزاين، ما علينا. نزلت كل، يعني تقريبا كان جهازي يعني لا يستحمل يعني هذا الكم من البرامج، بس انا نزلتها برضه، وكنت بجرب اي حاجه تجريب. فالتجريب ده فادني جدا بصراحه، فجرب اي حاجه تواجهك. طيب، عدت 2019 بكل حلاوتها بقى وكل الذكريات اللي مأثرة مع ناس كتير. يعني 2019 من السنين الغريبة شوية تقريبا، بالنسبة لنص الكوكب هي الزمن توقف عندها، وإبداعاتهم كلها توقفت عندها. وما بعد 2020 وما قبل 2020 أشياء مختلفة، ما علينا. يعني أنا برضو طبعا عندي ذكريات من هذا القبيل. بالنسبة بقى لموضوع التصميم، ففي 2019 كانت البداية، هو بداية التعرف، بداية الأساسيات ومش عارف ايه والحاجات دي. ودخلنا بقى في 2020 أو ما يعرف بسنة الكورونا. سنة الكورونا كانت زي ما ليها مساوئ كتير، فطبعا يعني في ناس كتيرة ماتت فيها، الله يرحمها، يعني ربنا ما يرجعها أيام سنة الكورونا. ولكن السنة دي كانت فيها تجارب مختلفة بالنسبة لي أنا شخصيا، أواخر السنة بالذات، لأني دخلت في السنة دي أولى ثانوي، يعني التغيير ما بين الإعدادي والثانوي يعني تجربة جديدة. طبعا التجارب الجديدة دايما بتكون أشياء، يعني شوية دوبامين كده بيجولك إنك بتجرب حاجات جديدة عمرك ما جربتها قبل كده. برضه في حتة التصميم 2020 كانت سنة الواحد اتطور فيها،
اتطور فيها جدا يعني. غير 2019 كانت سنة يعني مش عارف بيزكس كده، اللي هو بس انت بتتعلم حاجات اساسية. وفي 2020 المستوى طلع شوية. خلصت 2020 وبدأت 2021، واللي بدأت ان انا اتعلم فيها حاجات جديدة، ودخلت في مجال التصميم الرياضي. ومجال التصميم الرياضي كان من احسن الحاجات اللي انا عملتها في حياتي بصراحة، لانه اداني خبرة كبيرة جدا في مجال التصميم بتاع السوشيال ميديا عامة، ودخلني في اوساط مصممين ما شفتهاش قبل كده، وعرفني على ناس كتيرة بصراحة. يعني كنت بشوف تصميمات بقول يعني هم بيصمموا الحاجات دي ازاي، ولا اخفي عليكم الموضوع ما كانش صعب بصراحه. زي ما قلت، فموضوع ان انا دخلت في المجال الرياضي ما كان موضوع مهم جدا بالنسبه لي، كانت تصميماتي بتتحسن. وفي مجال التصميم لازم تصميماتك تبدا ان هي تتحسن تصميم عن التاني علشان تفضل مستمر في المجال. في السنه دي جبت اول عميل لي، واللي ما كانش ليه اي علاقه بمجال الكوره بصراحه. اول عميل ليا كان عميل محتاج لوجو المطعم، وانا فاكر ان انا عملته تقريبا في يوم، وخدت 120 جنيه عن اللوجو. وفاكر شعور اول فلوس بتجي لك من التصميم ده كان شعور فشيخ بصراحه. استمريت في التصاميم الرياضيه، وبدات ان انا اخش سوق الصفحات الرياضيه. يعني عارفين ماجيكانو والاهلي اليوم، الصفحات دي نفس الكلام. بس اللي مش بفهمه في الشغل ده ان هم مش بيدوا فلوس للمصممين. يعني مش فاهم ليه، يعني تقريبا بيستغلوا الناس. يعني اغلب الناس اللي بيبقوا شغالين معاهم بيبقوا طبعا مش بتكلم على ماجيكانو والصفحات دي. الصفحات دي ما اشتغلتش معاها بصراحه، بس اشتغلت مع صفحات تانية. الصفحات اللي انا اشتغلت معاهم ده اللي كان بيحصل فيهم، ان هم كانوا بيبقى فيه يعني مصممين صغيرين، يعني اللي هو 15 سنه و16 سنه والحاجات دي، يعني مش بيبقوا لسه بادئين. واغلبهم ما بيكونش شغل محترفي قوي يعني، بس برضه كانوا بيطلعوا حاجات ممتازه بصراحه. فالشغل ما كانش بفلوس، ويعني كان في شغل بفلوس، بس يعني فلوس يعني مش فلوس. يعني التصميم ب10 جنيه، التصميم ب20 جنيه، حاجات زي كده يعني. ف يعني ده الشيء اللي انا مش بفهمه في الصفحات الرياضيه، رغم ان هم بيكسبوا يعني، وبيعملوا اعلانات، لصفحات ولمطاعم ولصفحات رياضيه والحاجات دي، والمحلات ملابس الرياضيه والحاجات دي. بس انا بفسر الموضوع ده ان المصمم بيبقى شايف ان مثلا التصميم لما بينزله على صفحته بيجيب 10 لايكات، 15 رياكت بالكثير. انما لما بينزل على الصفحات دي بيجيب 500 و1000 لايك، فبيشوف ان ده مثلا بيريحه كده يخليه يسيب حقه. خلصت 2021، السنة اللي كنت فيها في البيك بتاعي في التصميم حرفيا، واللي كنت بعمل فيها حاجات يعني ببص لها حاليا من من افضل الحاجات اللي انا عملتها في مجال التصميم. بدأت 2022، واللي كنت يعني لسه مستمر في الصفحات اللي اتكلمت عنها دي، وكنت بتنقل من صفحة للتانية، عشان افضل اصمم بشكل يومي يعني. وفعلا التصميم بشكل يومي دي فرق معايا قوي. يعني اللي انا الواحد لما كان بيبطل فترة معينة من الزمن وبيرجع يصمم تاني زي أي حاجة تانية، يعني كان مستواه بيقل. فاحتجت إن أنا أفضل يعني مع صفحات كتير، عشان الصفحات دي بتلزمك حرفيا إن أنت تصمم. وزي ما اتكلمت إن الموضوع مجاني أصلا، بس يعني برضه بيلزموك. يعني بيخش حد يقول لك يا باشا اعمل، يلا صمم انجز، في ديدلاين وفي حاجات تسليم، ولو ما سلمتش ما بيحصلكش حاجة. بس يعني مش عارف، يعني الموضوع غريب جدا بالنسبة لي حاليا يعني. مش عارف، بس وقتها يعني كان ليها اسبابها المعينه. زي ما قلت، موضوع ان التصميم بتاعك يتشاف، فدي بتدي كده اللي هو ايه دوبامين بدل الفلوس. يعني انا فاكر فتره من فترات في 2021 كنت مصمم زي بوستر كده لبيرسي تاو لما جه الاهلي. فالبوستر ده كنت منزله عندي على الصفحه، فكان في البروفايل، فكان جايب حوالي 10 لايكات او 15 لايك او 15 رياكت، مش فاكر، حاجه زي كده. فاحد الادمنز من صفحه ممدوح نصر الله خد البوستر ونزل عنده وجاب حوالي 6000 لايك. فانا اتجننت، اللي هو يعني دخلت هنا، ما كنتش حاطط اللوجو بتاعي. يعني كنت كل التصميمات بحط عليها اللوجو بتاعي بشكل مستفز كده على جنب، بس التصميم ده نسيت احط عليه اللوجو. هو تقريبا انتهز الفرصه، راح سرق البوستر ونزله على الصفحه بتاعت ممدوح نصر الله. البوستر جاب حوالي كام 6000 لايك، حاجه زي كده يعني، 6000 رياكت. كان الموضوع غريب بالنسبه لي، يعني ما عرفتش برضو ان انا اجيب حق في الموضوع ده. المهم عدى نص 2022 وبدأت تالتة ثانوي سنة مهمة أكيد، بس أنا شغفي في التصميم ما وقفش فيها برضو بصراحة. طبعا وقل شوية، بس يعني أول ما بدأت السنة أنا وقفت شغل بصراحة مع الصفحات اللي كنت شغال فيها دي، أو اللي كنت مستأجر فيها.
وفي عملت كام تصميم حلوين بصراحة. بس وانتهت 2022 على ان انا شخص في ثالثة ثانوي بائس. تقريبا وقفت اغلب التصاميم اللي كنت شغال عليها. وقفت كل الشغل مع كل الصفحات. كنت بنزل بشكل شبه يومي تصميمات على الفيس. يعني انا كنت مهتم فشخ بالتصاميم الرياضيه. تقريبا اول ما دخلت ثالثه ثانوي ما كنت مهتم جدا بالتصاميم الرياضيه. اول ما خلصت ثالثه ثانوي انا ما كنتش مهتم بالكوره اصلا. عدت ثالثه ثانوي بجرافها وبحلاوتها وبالمشاهد الغريبه اللي كانت فيها. فبدات ان انا اشتغل شغل جديد شويه عليا، وهو شغل ان انا بشتغل مع قنوات يوتيوب. بعمل صور مصغره، بعمل هويات بصريه للقناه. فما استمرش كتير الشغل ده لبعض الاسباب، ووصلنا للفتره الحاليه اللي احنا فيها. بس في النهايه لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن المجال ده، لو عايز تبدا ان انت تتعلمه فعلا، فكلمني انستجرام، هتلاقي اللينك تحت في الوصف. وبس تنسوا اللايك والسبسكرايب وكلمنا على الانستجرام بدون سبب. تعلم المجال. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحوا عليكم. We'll be right back.